عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. احنا في سنة جديدة، في سنة 2024. الحمد لله ان احنا بصحة كويسة، الحمد لله ان احنا عايشين عشان نوصل لسنة جديدة. دايما نحمد ربنا في كل وقت على النفس الطالع وداخل مننا اللي غيرنا بيتمنى يبقى عنده النفس ده. الحمد لله بجد على الصحة والعافية، الحمد لله على كل حاجة حققناها وعلى كل حاجة ما قدرناش نحققها. فمش كل سنة لازم اقدر احقق كل الاهداف اللي انا حطيتها، ومش لازم احط 100 هدف او اهداف كبيرة جدا بعيدة عن ان انا اقدر احققها في السنة، فهكتئب فمش هقدر احقق الاهداف. هتيجي السنة الجاية هقول انا ما قدرتش احقق ولا هدف من الاهداف اللي انا حطيتها. ازاي احقق اهدافي في سنة 2024؟ او ازاي احط اهداف اقدر فعلا احققها في السنة دي؟ اول حاجة هعملها هحط الهدف يكون قريب وملموس، يعني الهدف فعلا هقدر احققه في السنة دي. مثلا لو انا مش بصلي او مش ملتزم بالصلاة، فهحط الهدف بتاعي ان انا احافظ على الصلوات بتاعتي. اول ما الاذان يأذن هجري اصلي. ده هدف واضح وصريح وملموس وهقدر ان انا اعمله بالارادة بتاعتي. انا مثلا مش بصلي صلاة الفجر او نفسي ان انا اصليها، فهظبط المنبه بتاعي على وقت صلاة الفجر. هكون مثلا نايمة قبلها او ممكن اقوم اصلي الفجر وارجع انام تاني عادي، مفيش اي مشكلة. يبقى ده برضو هدف واضح وملموس وهقدر ان انا اعمله. لكن ما اروحش احط هدف ان انا هجيب عربية بمليون او ب2 مليون جنيه وانا ما معيش منهم اي حاجة، او انا مثلا مش بشتغل، او انا قاعد في البيت، او انا حتى لو بشتغل فدخلي ما يسمحليش ان انا السنة دي اجيب عربية بالرقم ده. احط عشان اقدر احقق اهدافي، احط الهدف يكون واضح وصريح، والاهم من كل ده انه ملموس قدامي وان انا هقدر اعمله السنة دي. الشهر ده بقى الشهر الجاي لا، هحط اهداف زي ايه؟ مثلا انا هشرب لتر مية في اليوم او اكتر. انا هنام بدري وهصحى بدري. انا هقرا كتب، ممكن كل شهر اقرا كتاب. بلاش احط بقى ان انا هقرا 10 كتب او 5 كتب في الشهر، لا، على قد ما تقدروا. لان الهدف لما بنيجي نحققه بنيجي على اول مثلا 10 ايام بنبقى ناس، بصوا، في قمة الحماس. عندنا حماس جامد جدا ان احنا هنحقق الهدف ده وهنمشي على الهدف ده. واحدة واحدة بنبتدي نقلل من الهدف ده او ان احنا ما بنقدرش اصلا نعمله. فاهم حاجة؟ احط هدف اقدر اعمله. انا هقرا كتاب في الشهر او كتابين. انا هشرب مية كتير. انا هلعب رياضة 2 أو 3 مرات في الاسبوع، او هروح الجيم. لو انا وزني زيادة هقلل وزني. لو انا وزني قليل هحاول ان انا اخد حاجات او اساعد نفسي ان انا ازيد في الوزن. بشرتي مثلا فيها حبوب فانا عايزه اعالجها. عايزه افتح بشرتي، عايزه اهتم بشعري، عايزه اهتم بلبسي، عايزه اجيب لبس جديد. اهم حاجه زي ما قلت لكم الهدف يكون واضح قدامي وفعلا هقدر احققه. مثلا لو بشتغل ودخلي كويس، لا، انا هحوش او هعمل جمعيه. مثلا هقدر اشتري موبايل جديد او ايفون. هشتري مثلا لابتوب. هشتري ادوات تصوير او كاميرا اصور بيها. هشتغل على قناتي، هتفاعل مع الناس، هشوف المحتوى اللي بيعجب الناس وهروح اعمله. بصوا زي ما قلت لكم نحط هدف بسيط عشان اقدر احققه، لكن ما هعملش مليون هدف في السنه واجي الاقي نفسي ما حققتش اي هدف، او ما عملتش على نفسي، ما اشتغلتش على نفسي عشان اقدر احقق الاهداف دي. دي الحاجات اللي هتخليني اقدر احقق اهدافي في سنه 2024. مثلا مش عارفه اهدافي ايه، ممكن مثلا اقرا كتب واتعلم منها. في كتاب اسمه قهوة صباحية مع النفس للدكتورة نشوى صلاح، انا قريت الكتاب ده حلو قوي، هيخليكوا تقدروا تحققوا هدفكم او هيساعدكم ان انتوا ازاي تحطوا اهداف. كمان من الكتب المفيدة جدا اللي انا بنصحكم بقراءتها كتاب معجزة الصباح، هيساعدكم تناموا بدري وتصحوا بدري. تحققوا اهداف، برضو حلوة قوي الكتاب ده. اقروا كتب بلاش، يعني عايزين تقروا روايات براحتكم، بس حاولوا على قد ما تقدروا تقروا كتب تثقفكم او تساعدكم. فمن ضمن الاهداف مثلا اللي انا عايزه احطها لنفسي، انا هشتغل على نفسي في بيتي، هشتغل على نفسي في قناتي، هشتغل على نفسي في المحتوى بتاعي وان انا اكبره، وان انا اساعد نفسي ان انا ابقى حد بيشتغل على نفسه كويس جدا. هتعلم لغة،
هقرا كتب. دي من الحاجات اللي انا عايزه احققها السنه دي. برضو في ناس بتعمل لوحة الأهداف، هنتكلم عنها في الفيديو الجاي. هحط الهدف قدامي مصور أو هحطه على الموبايل أو هحطه على الحيطة، بس هبقى شايفة الهدف ده قدامي زي ما قلت لكم، هدف واضح وصريح وملموس، فأنا هقدر أحققه. بس كده أنا حاولت أتكلم معاكم عن حاجات بسيطة كده عشان أقدر أحقق أهدافي في سنة 2024، وإيه الحاجات اللي هتخليني مش هقدر أحقق أهدافي زي ما قلت لكم، ان انا احط هدف بعيد قوي او هدف غالي جدا وانا مش قادر ان انا احققه، فاعجز عن تحقيق الهدف فاكتئب وازعل ومش هحط اهداف تاني في اي سنه. يا رب يكون قدرت افيدكم يا رب. بصوا انا مش محضره للفيديو، انا جايه اتكلم معاكم كده كاني بتكلم مع اصحابي، فحبيت ان انا اتكلم معاكم بجد في الموضوع ده عشان بشوف ناس كتير بتقول ان هي ما حققتش ولا هدف. وبس كده. ان شاء الله هتكلم معاكم في فيديوهات مفيدة الفترة الجاية، وهنتكلم مع بعض في حاجات حلوة قوي تخص البنات، تخصنا كلنا. بصوا حاجات كتير قوي ان شاء الله. هتكلم معاكم كمان عن كتب قريتها واستفدت منها، وهلخص لكم شوية حاجات من الكتب اللي انا قريتها تكون مواضيع هادفة نقدر نتكلم فيها. اوعوا تنسوا تعملوا لايك واشتراك، ما قلتلكمش في اول الفيديو، بس لو وصلتوا معايا لهنا اعملوا لايك واشتراك للقناة. وكنت معاكم شيماء، اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي، مع السلامة. عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا، ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، محتاجين دعواتنا جدا.